الاسبوع اللي فات وانا قاعده على السوشيال ميديا عملت حركه هبله وهطله وحسيتني قد ايه بجد انا خبقايه. المهم وانا بقلب كده لقيت اوفر في ويب سايت انا بتعامل معاه اصلا، عن شنطه سامسونايت ب 69 جنيه. فانا قلت الله حلو ده، يعني الواحد يشتريها يعني، وخصوصا الويب سايت بتعامل معاه. ف... فطلبتها فجالي مسج ان انا اتسحب مني الفلوس دي، بس على الويب سايت باسم تاني بلينك تاني. ففتحت اللينك فعلا فتح لي حاجه تانية خالص. فحسيت كده ان انا اتنصب عليا. ففتحت تاني الصفحه اللي انا طلبت من عليها، لقيتها اصلا واخده اللوجو والاسم وكل حاجه بتاعت الويب سايت اللي انا بتعامل معاه. وبينصبوا من خلال الطريقه دي، من خلال الاوفر اللي هو وهمي اصلا، ومفيش اي حاجه ب 69 جنيه ولا سامسونايت ولا مش سامسونايت. فبعد كده كلمت البنك عشان يوقفوا لي الكارت، وقفوه فعلا وقالوا لي المعامله مش هتنفع ترجع، بس يعني ممكن نوقف لك الكارت. ولحد دلوقتي كل شويه بيجي لي مسج ان النصاب او الحرامي ده بيحاول يستخدم نفس الكارت عشان يشتري بيه. بس طبعا بيجي لي مسج انا ان العمليه دي مرفوضه علشان الكارت موقوف. نصيحه بسيطه قد كده: محدش يشتري اي حاجه اونلاين غير لما يبقى متاكد ان ده الويب سايت الرسمي او الصفحه الرسميه، وما يدفعش في الحاجه غير لما يستلمها.